البسبوسة اللي محيرة الناس كلها، مرة تظبط معاهم ومرة لا. طبعا انا عملتها كذا مرة لغاية ما وصلت للمقادير المظبوطة اللي ان شاء الله لو مشيتي على نفس الطريقة كده هتطلع معاكي مظبوطة جدا. معايا نص كيلو من دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، ما بيكونش لا خشن ولا ناعم، بيبقى متوسط كده، واهم حاجة ما يكونش عليه اي اضافات خالص، يعني ما بنيجي نمسكه كده في ايدينا مش بيسيب اي اثر. احط عليه بقى رشة من الملح وعليه نص معلقة من البيكنج باودر، مش هنكتر خالص البيكنج باودر عشان احنا عايزين نعمل بسبوسة مش هنعمل كيكة. وهنقلب بقى الخليط ده كده مع بعض وهنركنه على جنب. هجيب بقى في حلة نص كوباية من السكر ومن حواليه كده ربع كوباية من المية، هنزل كده بالشكل ده كده علشان ما اخليش السكر يوصل للحروف، وهرفعه على النار من غير اي تقليب واسيبه على نار هادية خالص. وهو السكر على النار هجيب بقى البسبوسة وهنزل عليها بكوباية الا ربع من المادة الدهنية، اذا كانت سمنة بلدي او زبدة تكون سايحة، وهقلبهم بالشكل ده كده. ممكن بقى في المرحلة دي اقلب براحتي خالص، يعني زي ما بيقولوا هبس البسبوسة كده واغلف كل حبيبات السميد. احنا مش هنخاف من التقليب خالص في الفترة ديت لان احنا لسه مضفناش اي سوائل. هجيب بقى السكر، طبعا برضو مش هقلبه في المرحلة دي الا لما ياخد لون بسيط ذهبي فاتح خالص كده. اول ما الاقي اللون ده اروح مقلبه بقى، اقلب كويس كده لغاية ما السكر يدوب تماما واوصل للون اللي انا محتاجاه، اللي هو لا غامق ولا فاتح، بيبقى متوسط كده. وهنزل عليه بكوبايه الا ربع من اللبن بدرجه حراره الغرفه، واحاول ان انا اقلب بالراحه كده عشان خاطر هو كده كده هيفور، فيفضل لما يكونوا بتكرملوا السكر يكون في حاجه غويطه. هضيف بقى معلقتين من عسل الجلوكوز، او البديل معلقتين من العسل الابيض، بس عسل الجلوكوز بيطلع قوام مظبوط جدا. قلب بقى الخليط كله مع بعضه لغايه ما يدوب كله تماما، وبعد كده بسيبه يبرد خالص، ما يبقاش سخن خالص، وانزله بقى على الدقيق ومعاهم كمان نص كوبايه من الميه. وهنا بقى ما بقلبش كتير، يا دوبك بس المكونات تمتزج مع بعض ويبقى كده خلاص الخليط جاهز معايا. اهم تركية بقى وانا بقلب الخليط، لازم تكون الصينية مدهونة والفرن متولع على درجة حرارة 200 رف اوسط، عشان اول ما بخلص الخليط في التقليب بروح منزله على طول، ما بسيبوش خالص ولا اركنه، لازم احطه كده في الصينية وابططه بالسباتولا كده، وكمان اخبطه خبطتين كده عشان الوش يستوى معايا. ولو في مكسرات بحطها كده، بس بدوس عليها شوية عشان لما اجي احط الشربات عليها ما يطعمش من على الوش. هدخلها بقى الفرن لمدة نص ساعة، وفي اخر 10 دقايق من النص ساعة هرفع بقى على النار كوبايتين من السكر وكوبايتين من المية، وعليهم رشة من الفانيليا وقطعة زبدة ورشة من الليمون او عصرة ليمون، بس انا نسيت ان انا اصور عصرة الليمون. هرفعهم على النار، واول ما يغلوا بالظبط كده هظبط تايمر 3 دقايق يغلوا فيها، وبعد كده بروح طافيه على طول، مش بسيبها اكتر من كده عشان احنا مش عايزين العسل تقيل، احنا عايزينه شربات خفيف جدا جدا. خلاص ال10 دقايق خلصوا ووشها لسه محمرش قوي، بولع على الشوايه لغايه ما يديني اللون اللي انا عايزاه، وبخرج بقى البسبوسه والشربات يكون بيغلي والبسبوسه يكونوا يعني لسه خارجه من الفرن، اروح منزله عليها شربات وبغطيها لمده 10 دقايق. برفع بقى الطبق كده، بتلاقوا بقى حاجه كده خطيره، ريحتها وطعمها مش قادره اقول لكم. يفضل بقى ان انا اسيبها كده ساعتين او 3 لغايه ما تهدى خالص، وبعد كده بروح مقطعاها. قوام خطير، مش بتتفتفت تماما، وكمان مرمله من جوه جدا، والطعم والريحه مش قادره اقول لكم. والبسبوسه كمان من انواع الحلويات انها لو قعدت لتاني يوم بتبقى كمان مظبوطه اكتر، وقوامها متماسك اكتر، وطعمها بيبقى احلى كمان. جربوا الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم، وبألف هنا.